يتذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. لا يفتننكم الشيطان، يذكرنا. نعم. انتبهوا، كما يعني تصريح من الله أنكم فكروا في القصة هذه كثير، راجعوا أنفسكم كثير، لا تنسوا، خلوا دائما هذه القضية نصب أعينكم، لا تنسوا عداوة الشيطان لأبيكم آدم. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. أول شغلة سواها ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. نعم. إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين آمنوا. إذن قضية نزع اللباس قضية كبيرة ضخمة، وهي أحد الصنايع التي اليوم الشيطان بلغ فيها مبلغا من البشرية. نعم. باسم الحرية كذلك، باسم الجمال، باسم يعني تستغرب اليوم المواقع هذه التي في الأجهزة وفي الجوالات وفي هذه، ما يكاد أنت يعني فاتح مقطع تسمع درس تفسير يطلع لك صورة واحدة تتعرى، وصار التعري يعني موضة. نعم. صار يعني الرجل يطلع عشان يتعرى، المرأة تطلع في الشاشة عشان قدام الكاميرا تنزع. لا إله إلا الله، تشوف كأنك تشوف إبليس، كأنك تشوفه الشيطان كأنه جالس قدامك. صح. تطلع مرأة تحط كاميرا قدام نفسها ولابسة وتقول بثوبها هكذا. إيش هذا؟ ينزع. حتى شوف التعبير الرباني كيف ينزع عنهما لباسهما، نزع، خلع منهم والعياذ بالله تعالى. فصار هذه منهجية التعري هي منهجية شيطانية إبليسية. عندما ترى مظهر التعري تعرف أن الشيطان أين وصل من الإنسان، يعني تعرف الشيطان أين هو الآن، أين وصل الشيطان من الآدميين الآن في مستوى التأثير عليهم. شوف التعري. أيوة، شوف التعري إلى أين وصل، تعرف أن هناك تحكم، أن هناك غواية وفتنة حقيقية وصلت إلى مرحلة عالمية. وصلت إلى مرحلة عالمية كبيرة جدا، صارت مشرب ومذهب ومنهج وحياة وحرية وشعار. وصار الذي يخالف ذلك المذموم، صار الذي يخالف ذلك هو الغريب، وهو يعني المتخلف، وهو الرجعي. إذا رأوا المرأة المحجبة إيش هذا؟ كيف إذا رأوا رجل محتشم إيش يسوي هذا؟ بلغ هذا الشيطان طبعا مبلغ من الناس إلى أن أفقد بعض الناس بشريتهم. يعني يوجد أناس يعني في الغرب وصلوا إلى مرحلة أنه يقول، مرة شفت في برنامج أنه سفينة كبيرة يعني الناس تسافر فيها رحلة سياحية، لكن إيش شرطها؟ إنه لازم كلها ملطة على قول إخواننا المصريين، يعني كلها على عري كامل يا أخي. وفيهم كبير السن وفيهم العجوز والشاب. إيش هذا؟ إيش هذه القذارة؟ ويقول لك أنا أشعر بأنني مجرد حر. إحساس جميل. إيش هذا الإحساس الجميل؟ خراب 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 في الفطرة، إفساد في الفطرة إلى أبعد الحدود. فينبغي للمسلم المؤمن، ينبغي لمن يقرأ كلام الله ويسمع مثل هذا الكلام، ويسمع الرجل والمرأة بعد أن يسمع هذا الكلام يعرف أن الحشمة جزء من الفطرة، وأن الشيطان يبدأ في تخريب هذه الفطرة، يعني يهدم فطرة الإنسان شيئا فشيئا. نحن لما نتكلم عن الفطرة، طيب يعني هذه الفطرة إيش تأثيرها؟ تظن الفطرة هذه إنه بس نوع من حياة إنساني؟ لا، الإنسان كيان، قالب، تكوين. هذا التكوين الإنساني هو أبدع كينونة مستعدة لمعرفة الله. فطرة الإنسان الطبيعية خلق لأجل أن يكون عارفا بالله رفيع المستوى، خليفة عن الله في هذا الوجود، حتى أن الملائكة تقدره وتحبه وتعظمه وتجله، وهي ملائكة السماوات وحملة العرش يعظمون هذا الإنسان الذي يمشي على ظهر الأرض بفطرة سليمة مستقيمة. كل مولود يولد على الفطرة، لكن التخريب هذا الذي يحصل والإفساد الذي يحصل في الإنسان
هكذا يقول لك يعني إيش؟ يعني أنا لو مرأة تقول يعني أنا لو فسخت عبايتي ولو تكشفت هذا يعني يضعف إيماني. يا أخي أنا مؤمنة. لا في خراب في الفطرة. نعم. في خراب في الفطرة. إذا جينا للتحليل والتشخيص والتمحيص في خراب في الفطرة على قدر التكشف. فيكون هناك تخريب من ناحية التكشف، تخريب من حيث تغيير خلق الله. تغيير خلق الله هذا مشروع ملف كبير حنتكلم عنه إن شاء الله. نعم. لأنه سيأتي الحديث عنه في نفس هذه الآيات في غيرها. نعم. تخريب في الفطرة من ناحية العلاقات وتفكيك الصلات بين الآباء والأمهات والأرحام. تخريب للفطرة من نواحي كثيرة جدا. يهدم الشيطان في الإنسان هذه الفطرة. المرأة تلبس الثوب القصير والرجل يلبس الثوب الطويل. التخريب في الفطرة. شوف نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فين وصل في تنبيهنا. ما هي قضية تعري وقضايا، لا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يشمر الإنسان كم ويترككم. ذكرت أظنني هذا في سابق. نهى أن الإنسان يشمر في البنطلون في سرواله يشمر رجل ويخلي رجل. فحتى أن الواحد لو لبس ثوب هنا لون وهنا لون هذا مكروه، وإلا ثوب في كم وهنا ما في كم هذا مكروه. كم تشوفوا الآن هذا في الشاشات موضة. قضية الموضة هذه يعني قصة. نعم. من القصص التأثيرات الشيطانية على الناس.